البوس فايت. البوس فايت دي الحاجة اللي بتوريك قد ايه اللي عمل اللعبة ده سادي، بيحب الأذية، عايزك تطلع أوسخ ما فيك. هنا احنا هنتكلم عن أصعب بوسات اللي قابلتها في حياتي من وجهة نظري طبعا. أول بوس معانا هو سايمون من لعبة اكسبيديشن 33. وده مش بوس عادي، ده من النوع اللي يخليك تسأل نفسك أنا بحارب وحش ولا بحارب قصة. وحش بمعنى الكلمة، ضرباته سريعة جدا، قوي جدا. محتاج تتوقع كل ثانية اللي جاية دي هتعمل فيها ايه. سايمون كان واحد من الناس اللي سبقوا اكسبيديشن 33، كان موجود في اكسبيديشن قديمة اسمها اكسبيديشن زيرو، وكان من الناس اللي حاولوا يفهموا سر العالم ده ويوقفوا الكارثة اللي بتحصل. المشكلة إن سايمون هو مش شخص شرير، بالعكس هو كان هدفه كان عايز ينقذ الناس اللي بيحبهم، بس مع الوقت وكل اللي حصل ده بدأ يفقد هويته. بعد أحداث كتير وصل لمكان اسمه أبيس، وهناك بقى حرفيا واحد من أقوى الحاجات اللي ممكن تقابلها في اللعبة. فايت سايمون مش صعب علشان هو ال HP بتاعه عالي، لأ. الصعوبة بجد اللي في فايت سايمون إن هو بيجبرك إن أنت كل ضربة لازم تعمل لها باري والدوج في البيرفكت باري دوج. لازم يكون محسوب، لأن الغلطة واحدة بس خلاص جي جي أنت مت، خلاص بقى أنت مفيش أوبشن إنك تعيش. والأغرب إنك وأنت بتحاربه بتحس إنه مش بيحاربك عشان بيكرهك، هو شخص محطم ماسك في آخر حاجة باقياله. وده اللي مخلي سايمون من أصعب وأحزن البوس فايت اللي في اللعبة بصراحة، واللي لعبتهم في حياتي. ونيجي البوس التاني اللي معانا هو ايشن من لعبة سيكرو. وده مش مجرد بوس، ده امتحان اللعبة كله. طول اللعبة سيكرو وانت بتتعلم تعمل حاجة واحدة، انك تفهم ازاي تباري وتدوج، وتبطل تعتمد انك تضرب وخلاص. وفي الاخر اللعبة بتحط قدامك ايشن عشان تقولك بقى وريني انت عملت ايه وتعلمت ايه. ايشن كان اعظم سياف في ارض اشنا، كان راجل اسطوري لدرجة ان مجرد اسمه كان بيخلي الناس تخاف. كان قائد ومحارب عبقري وعنده فهم للسيف والقتال محدش يقدر يوصل له. اللي بيخلي المعركة مرعبة إن إيشن مش بيعتمد على حركة واحدة، بيغير أسلوبه مع كل مرحلة. أول مرحلة بيحاربك بالسيف وبيعلمك يعني إيه واحد سريع، بيوريك السرعة. بعد كده بيطلع لك رمح ويبدأ يخلط بين ضربات مختلفة، وتحس إنك بتلعب ضد شخص يعني عارف أنت حركتك الجاية إيه. وأصعب حاجة إن اللعبة مش بتسمح لك إنك تهرب ولا في بيلد معينة علشان تبيلدها تروح تفايتوا بيها علشان تبقى أقوى، ولا سلاح معين تقدر. لا لا، أنت الطريقة الوحيدة اللي هتخليك تهزمه هي حاجة واحدة: مهارتك الشخصية فقط. حرفيا أنا مت منه ما لا يقل عن 100 مرة. والتالت بوس معانا هو أوزما من لعبة The First Prisoner of Kazan. وده مش مجرد آخر بوس في لعبة، لأ، ده واحد من أكتر الشخصيات اللي قصتها تقيلة. قبل ما يبقى العدو اللي واقف قدامك أوزما كان أعز صاحب لكازان، وكان واحد من أعظم السحرة في العالم. الاتنين كانوا أبطال وحاربوا مع بعض ضد تنين هيزمر وأنقذوا الإمبراطورية. لكن بعد ما فازوا، بدل ما ياخدوا المجد اللي يستحقوه، الإمبراطور خانهم. كازان اتعذب واتنفى، وأوزما اتهموه وخسر كل حاجة. المشكلة الكبيرة إن ويس الشخص اللي كان أوزما بيحبها ماتت بسبب ظلم الإمبراطور. وهنا أوزما بدأ ينهار. هو كان في الأول بيستخدم قوة الكيوس علشان يحمي الناس ويساعد كازان، بس القوة دي بدأت تفسده لحد ما بقى مقتنع إن المشكلة مش في الإمبراطورية، المشكلة في البشر نفسه. وده اللي خلى فايت أوزما مختلف. أنت مش بتحارب شرير عايز يدمر العالم وخلاص، أنت بتحارب صاحبك القديم اللي الفايت نفسه. أوزما بيوريك يعني إيه بوس فايت، ما بيهزرش، عنده ماجيك سكيل، ضربات من بعيد، بيتحول لكذا مرة ومراحل تخليك تحس إن كل اللي اتعلمته في اللعبة كان تدريب بس عشان تقابله. وأوزما مش آخر عدو في اللعبة، لأ، أوزما كان آخر شخص كازان كان عايز ينقذه. ورابع بوس معانا سيستر فريدة من دارك سول 3. أنا مش لاقي كلام أوصفه عن الولية دي، وعن اللي عملته فيا، وعن التروما اللي سببتها لي يعني. كانت واحدة من أكتر البوسات اللي فشخت لعيبة دارك سول 3، نبقى متفقين. سيستر فريدة هي كانت أخت فاذر أرندل، وكانوا بيحاولوا يحافظوا على العالم ده حتى لو كان العالم نفسه
فاسد. المشكلة إن فريدة مش مجرد شخصية شريرة، هي شخصية معقدة عندها ماضي كبير وكانت مرتبطة بالظلام والأبيس، وفي الآخر اختارت إن تسيب مصيرها. الفايت معاها كان من أكتر الفايتات الصعبة، اللي كل شوية تخلص الفيس الأولى تلاقي نفسك دخلت الفيس التانية، الحاج أبوها لا لا مش عارفة تلاقي اللي من وراها، تخلص بقى تقول خلاص أنت كسبت، تلاقيها اتعصبت هي وأبوها وقاموا عليا. ولو البلاك فليم ده لمسك، البلاك فليم ده لو لمسك أنت مت، ما فيهاش. البلاك فليم ده بس إيه، خلاص أنت بس أنت مت. لا كانت من أصعب البوسات اللي قابلتها في حياتي فعلا. بس احنا حطيناه في المركز ده علشان فيه الأصعب صدقني. والبوس اللي بعديه الغني عن التعريف ميلينيا، بليد اوف ميكولا، لعبة إلدن رينج. هي مش محتاجة شرح. البوس ده عمل ايه في عقول الناس، وطبعا انتوا هتستغربوا ميلينيا في المركز التاني مش الأول. اه لا، في الأصعب منها من وجهة نظري بالنسبة لي. ميلينيا اول ما بتخش كده بسم الله الرحمن الرحيم بتلاقيها عملت عليك انجيج بسيف، شالتة تربع هيلك. انت اصلا اي ضربة تاخدها خلاص منها، لا هي ما بتهزرش. هي ميلينيا اصلا كانت محاربة عظيمة، بس هي اتصابت بلعنة اسمها سكارلت روت، اللعنة اللي هي لعنة العفن اللي بتاكل في جسمها، اللي هي بتظهر في الفيز التانية. آه، مش لاقي كلام اوصف فيه اللي هي عملته مأساة، مش لاقي كلام اوصف صعوبتها، مش لاقي كلام اوصف اصلا رياكشني لما دخلت فيس 2 وانا افتكرت ان انا هزمتها. لا لا لا، دي كانت قصة تانية. ميلينيا كانت مش طبيعية، بالذات ضربة الووتر فول دانس اللي هي بتترقص بس وما بتتعمل لهاش دوج. انت خلاص سلمت امرك لله، هي لو جت عليك الضرب انت كده خلاص انت مت، ما فيهاش دوج. انا ما كنتش بعرف ادوجها، انا كنت بجري الاخر في الكيف علشان اجري منها، وكانت بتجيبني. ولما دخلت الفيز التانية وتحولت للثعلب ده ولا مش عارف ايه، ودخلت بثقة كده لقيت نفسي اصلا مت من اللعنة اصلا قبل ما المسها. ده دي يعني الله اكبر طبعا، أنا كان في كلام كتير اتقال ساعتها. بس لا ميلينيا تعتبر يمكن اللي مخليني احطها في المرتبة التانية ان المرتبة الاولى واحد من اصعب قصات اللعبة، إلدن رينج برضه، وهو رادان. Now the vow will be honored, and my lord brother's soul will return, so that he may be my consort. Tarnished one, aspiring lord of the old order, if you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us, to I, Nicola, and my promised consort, Radahn. رادان اللي احنا قابلناه قبل الدي ال سي ده النسخة الكيوت اللذيذة، اللي احنا كنا فاكرينه صعب لكن هو ولا حاجة بالنسبة للنسخة الأقوى. رادان في الدي ال سي في إلدن رينج، المحارب اللي كان بيحارب النجوم. بس الدي ال سي خد الموضوع لمستوى تاني. بعد ما نعرف ان ميكلو كان مخطط ان رادان يكون اللورد بتاعه، بنشوف رجوعه كآخر تحدي في الرحلة. اول ما تدخل الفايت تحس انك قدام واحد في اورا طالعة حواليك كده بيشع نور، بيخش عليك بالسيفين ما بيسميش. يعني انت تقريبا من اصل 10 كومبات هو بيضربها عليك بيديك فرصة انك تديله ضربة وتكمل دوج. وده كوم، والفيس التانية كوم تاني خالص. انت الفيس التانية بتبتدي انت بتلاقي كل اللي في السما دلوقتي بقى السيوف نازلة على خلي فوق، لو لبست واحدة انت موت، خلاص ما بيهركش. و- انا بس هحط لك بعض رياكشنات الناس بعد ما قتلته. لا الردان ما كانش طبيعي. ردان أنا يعني كنت محتار احط مين في المرتبة الاولى، ميلينيا ولا ردان. بس لا ردان يا جدعان كان بالنسبة لي من وجهة نظري من اصعبهم، وكان سريع قوي.
وهنا تكون معانا نهاية الفيديو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي إذا انتوا كنتوا عايزين نعيد لعبة من الألعاب دي نلعبها كده في ستريم يوتيوب ولا حاجة، أو ننزل فيديوهات عنها. يعني عرفوني رأيكم وقولوا لي كل حاجة. مع السلامة.